أنا ممكن أضحي بأي حاجة عشان سعادة ولادي، ممكن أشتغل طول اليوم، ممكن كمان أضطر إن أنا أسافر وأهاجر وأسيبهم بس عشان أوفر لهم حياة سعيدة وأجيب لهم كل طلباتهم. بس السؤال، انت فعلا قادر تستغنى عن كل العادات اللي انت اتعودت عليها بس عشان خاطر أولادك، بس عشان خاطر سعادتهم؟ انت عارف ان السعادة مش بالكم ولكن بالكيف. انت عارف ان عطائك لأولادك مش مرتبط بقد ايه انت هتديلهم قد ما هو مرتبط بجودة الحاجات اللي انت هتديها لهم. انت عارف ان انت من غير ما تحس اوقات كتير جدا ممكن تسبب لأولادك مشاكل صحية كتيرة جدا. انت عارف ان من اهم طرق حبك لأولادك هو انك تحافظ على صحتك وتوصل بصحتك انك تكون طول الوقت صحتك كويسة جدا عشان تقدر توفر لأولادك كل الاحتياجات اللي انت متخيل انها اهم منك. بس الحقيقة ان انت اهم من كل الحاجات دي، وصحتك اهم من كل الحاجات دي. ومش بس كده، كمان صحة أولادك مرتبطة بقد إيه الحاجات اللي انت بتدخلها لبيتهم كل يوم ممكن تضرهم وممكن تسبب لهم مشاكل صحية يفضلوا طول حياتهم يعانوا بسببها. ووقتها تعرف إن كل اللي انت عملته للأسف ما كانش حب ليهم، ولكن كانت النتيجة إن هو عاد عليهم طول الوقت بالأمراض والمشاكل. لازم تتغير وتاخد القرار دلوقتي.